سيرة بقى برضو الحاجات المسكرة، البيبسي والمشروبات الغازية بشكل عام. اوكي، بالنسبة للسكريات سواء جت من مشروبات غازية او من عصير او من شاي سكره كتير، كل واحد. فالمشروبات الغازية مش مضرة اكتر من انك تشرب شاي ب4-5 معالق سكر في الكوباية، زي ما بعض الناس مثلا بتعمل، او انك تشرب عصير. لو لاحظت حتى بالعكس هتلاقي الكالوريز ساعات في علبة العصير اعلى من الكالوريز اللي موجودة في كان البيبسي في بعض انواع العصير. فبالتالي خدت السكر منين، مشروبات غازية او عصير، مش فارق حاجة. انما بالنسبة لسؤالك عن الحاجات المشروبات الغازية الدايت او الدايت او اللايت الزيرو او او اللي هو الزيرو او يعني الحكاية دي، الحقيقة هي يعني بتستعمل بدائل السكر، ودي زي ما قلنا لا مفيش اي علاقة بينها وبين السرطان ومش مضرة. تمام. حكاية انه بعض دكاترة الدايت ينصحوا يقول لك اشرب لو انت عايز، والبعض التاني لا، دي بتبقى مدارس بس في عند دكاترة الرجيم، انهم يعودوا جسمك على حاجة معينة، انما صحيا ملهاش اي فايدة ولا اي اضرار.